خاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني. غادي نعطي الكلمة للسيد الكاتب العام للتوضيح أكثر بالنسبة لهذه النقطة إن شاء الله. السيد الرئيس، السادة الأعضاء، هي هذه النقطة الأخيرة غادي نبدأ أنا فين انتهت الأخت في التقرير ديالها. التقرير جا كيقول بأنه غدار شراكة بين المجلس الإقليمي ومختلف الجمعيات اللي ذكرته من أجل باش يستافدوا هذه الجمعيات من الدعم. الملاحظ هو أنه كل جماعة ترابية إلا وكدير ديك الشراكة بالطريقة ديالها. معايير الشراكة، كيف تتم هذه الشراكة، كيف تستفيد هذه الجمعيات في إطار الشراكة. هناك مجموعة من الأسئلة، ويلاحظ أن هناك اختلاف كبير في منح هذا الدعم انطلاقا من هذه الشراكة. ما هو دفتر التحملات؟ وسأكون موجز قدر الإمكان. إلا مشينا للفصل الأول من دفتر التحملات كيعطينا الأهداف هي واضحة، وهي اللي جات كتجي دائما في اتفاقيات الشراكة. الأهداف، من بين الأهداف هو أنه يهدف دفتر التحملات، اسمعوا الإخوان، إلى تأسيس شراكة تجمع هيئات المجتمع المدني من فاعلين وجمعيات بمجلس الإقليم. شنو هو الدور ديالو؟ وتحديد آليات عملية لتدبير دعم هذه الشراكات، حيث يسعى المجلس من خلال هذه المقاربة إلى تحقيق المبادئ التالية. لاش هذا دفتر التحملات ولاش هذه الشراكة؟ لماذا؟ أولا، اقتراح مبدأ التعاقد بين المجلس وهيئات المجتمع المدني كآلية ناجعة وفعالة لتحقيق البرامج التنموية للشراكة. داكشي اش قلت لك الاخت، بديت من كتقولوا الشراكه مع الجمعيات. هاد الشراكه حنا بغينا ننظموها بدفتر التحملات. ثانيا، اعتماد دفتر التحملات واتفاقيات الشراكه كوسيله اساسيه لتحقيق مبدا التعاقد مع الجمعيات. في السابق كانت الجمعيات اللي ياخذوا الدعم، هناك بعض الجمعيات اللي كدير التقرير الادبي ديالها والمالي ديالها وتجيب المحاسبه وكذا. هناك جمعيات ما كتجيب لا محاسبه ولا تقرير ولا حتى شي حاجه وتطلب الدعم خلال السنه الاخرى. دفتر التحملات هو الذي سيربط هذه الشراكه وسيقيد الطرفين، كل واحد شنو هي غادي يعطيك الدعم، شنو هو المقابل اللي غتعطيه نتايا للمجلس الاقليمي او للمواطنين باقليم الناظور. اعتماد مبدا الدعم مقابل البرامج والانشطه. ودعم الجمعيه، ماذا ستعطيني الجمعيه؟ ستعطيني نشاط. ما هو النشاط اللي غتعطيني الجمعيه؟ غتجبدوا لي دفتر التحملات ديالها. تفعيل المشاريع التي تضم اهداف مخطط عمل المجلس. تعزيز اليات الحكامه والشفافيه في تدبير عمليه الدعم. ثم اخيرا تمكين الجمعيات من الوسائل الماليه الضروريه لتنفيذ برامجها. هذه الشراكه اللي كنتكلموا عليها. الشراكه هو انه الجمعيات يستافدوا، بالمقابل خصهم يقدموا واحد المقابل اللي هو نشاط، سواء في المجال الاجتماعي او التربوي او الثقافي او الرياضي. البنود الاخرى كي ذكرتهم انتم كاملين اللي جات في جدول الاعمال ديالكم، الجمعيات التربويه الثقافيه الرياضيه الى اخره. هذو هم الذين يستفيدون طبقا لمقتضيات هذا دفتر التحملات. كيفيه الاستفاده غادي نجيو. نتوما ملي بغيتو تعطيو الجمعيات مشيتو كتدرسوا الملفات ديال الجمعيات. هذه الجمعيه خصها تكون قانونيه، مؤسسه قانونيه، خصها تكون كدير واحد النشاط. يلاه نتوما كتسولوا واحد من الجمعيه واش كاينه ولا ما كايناش. هذا دفتر التحملات ملي كتقراوه نتوما كتعطيو الدعم، كتعرفوا هذه الجمعيه واش ناشطه ولا ما ناشطاش من خلال دفتر التحملات. ملي كتعمروا الجمعيه واللي كتدرسوا هذيك اللجنه ديال الشؤون الثقافيه والتربويه الى اخره. اذا هذه الجمعيه خصها تكون قانونيه. كيفاش كتكون قانونيه؟ كيحددها دفتر التحملات. الدعم كاين هو باش
تكون واحد المعيار اللي غادي غير نعينو، او هذا دفتر التحملات يساعد الجماعه باش تحدد تقييمه الدعم. اجي اعطي الدعم، لا، كاين بعض المعايير التي تعتمد باش يتعطى هذا الدعم، لانه راه ماشي مال السيد، هذا راه المال العام، خصو يتعطى في واحد الاطار اللي هو محدد ومنظم. ثم ما هي الوثائق التي يجب ان تدلي بها هذه الجمعيه باش يمكن لي نعطيها الدعم؟ وفي الاخير اي تعديل في هذا الكلاش او في هذا دفتر التحملات عنده معايير وعنده قوانين خاصه. هذا هو دفتر التحملات. اذا ما هو دفتر التحملات؟ دفتر التحملات هو اللي جا باش كيبين هذه الشراكه اللي تذكرت في التقرير ديال اللجنه. الجمعيه بغات تستافد مزيان. شكون نتوما؟ حنا جمعيه رياضيه كنشطوا في قسم الهواة، كره القدم، كنمارسوا ها اللي كاين وها اللي كاين الى اخره. ها حنا شكون؟ حنا ها الموارد البشريه ديالنا، المسائل ديالنا الى اخره، الوثائق ديالنا، حنا الرجل العام ديالنا درناه الى اخره، ها الوثائق، ها المسائل، ها البالماريس ديالنا، ها كلشي. هنا اللجنه كتقول هذه الجمعيه تستحق باش نعطيوها ولا ما كتستحقش نعطيوها انطلاقا من كلاش التحملات. اذا انا كجماعه او كجماعه ترابيه اللي هو المجلس الاقليمي غنعطيك دعم مالي، اذا انت غتعطيني واحد النشاط. ثانيا خصك تكون قانوني، هذا هو دفتر التحملات. اذا الشراكه تساوي دفتر التحملات. غالبا ما نتكلم عن الشراكه ولكن لا نفعلها. من أجل تفعيل الشراكة يجب أن تكون هناك التزامات متبادلة بين الجهة المانحة والجهة الممنوحة. ودفتر التحملات هذا هو هذه كملخص اللي عطيتكم، جاء لينظم هذه الشراكة. هذا هو كل ما في الأمر، وهذا هو اللي جاء في النقطة الأخيرة. سي جبور لا كانت شي إضافة في هذا النقطة؟ أنه يعني يوضح الهدف والمغزى من كلاش التحملات والمقتضيات القانونيه. اذا كنا التحملات كما سبق السيد الكاتب العام شرير على انه تقديم الدعم للجمعيات هو من الاختصاص المجالس هي اللي كتثبت فيها، لا من ناحيه الجمعيات المستفيده ولا من ناحيه المبالغ، ولكن من خلال التجربه والممارسه والتتبع ديال العمل ديال المجالس تبين على انه هذه النقطه هذه يعني كيكثر عليها الهضره بزاف، باش نكونوا صراحه كيهضر عليها بزاف، وبالتالي كتولي جمعيات تعتبر نفسها مقصيه. كاين جمعيات اللي ربما كتاخذ مبالغ ربما غير مبرره ولا تفوق حتى هذاك المستوى اللي كتكون فيه غير ذلك. اذا باش يمكننا نديروا واحد العمل اللي هو يكون منسجم وعمل اللي هو موحد ديال الجماعات، وعلى ان يكون عندنا واحد الوثيقه مرجعيه اللي كتنظم العمل. لان بعض المرات ملي كيجيو يتشكلوا الجمعيات كتقول له هذا الاختصاص ديال المجلس، وبالتالي هو سيد القرار ديالو هو اللي كياخذ، وبالتالي من الصعب جدا التعامل مع هذه المعطيات هذو من الوجهه ديال المراقبه الاداريه. اذا هاد كلاش التعاملات بالشكل اللي شرحه السيد الكاتب العام تيأطر هذا العمل. هذا عمل اللي حاولنا ما امكن نعطيو فيه الاطار العام، وشرنا على انه خاصه بالنسبه للمبالغ درنا ملاحظه على انه هذه المبالغ اللي هي منصوص عليها راه على سبيل الاستئناس فقط باش نوضحوا الفكره، وكل مجلس كيدير المبالغ اللي كيشوفها مناسبه واللي كتطابق مع الوضعيه الماليه ديالو. ثانيا على ان كانت واحد الاشكاليه ديما كنا كنتعرضوا لها، وهو الانديه اللي كدير هذه الانشطه ديال الفنون الحرب وهما عندهم الجمعيه، ولكن في الواقع هي انديه، لان الصاله اللي كيترينوا فيها في الاسم ديال صاحب النادي، الموظف صاحب النادي الى غير ذلك، وبالتالي كيطلب دعم كجمعيه في الوقت اللي ما كيستافدوش منه المواطنين. هذا الدعم اللي كتعطيه الجماعه ولا كيعطيه المجلس الاقليمي ما كينعكسش على انه ربما يستافدوا منه واحد الشريحه معينه اللي عندهم دخل محدود، او على الاقل ينقص من المبلغ ديال الاشتراك. وبالتالي هادو عندهم انديه وعندهم جمعيه يمكننا ندعمهم في اطار يعني القيام بتظاهرات رياضيه اللي كتنشر وتناقش المجال الرياضي داخل الجماعه وتعرف بالجماعه. وهذا بالتالي كما هو منصوص عليه في كلاش التحملات
على انه غادي يكون واحد البرنامج اللي غادي يحددوا فيه التظاهره ويحددوا فيه الزمان والمكان اللي غادي يدار والكلفه الماليه وشكون هما الشركاء، باش المجلس سواء الاقليمي او المجلس الجماعي ديك الساعه كيحدد شنو هو المبلغ اللي يمكن يشارك به. راه يمكن نقدروا نحددوا غير 30%، وربما تكون هذه التظاهره عندها اهميه كبيره، راه نوصلوا ل 50 و60 و70% اللي يمكن ندعمها. ثانيا اننا ما بقاش ذاك الدعم غير كنعطيو الدعم غير هكاك، اننا خضعنا للمبدا ديال التعاقد، وهذه السنه كان بداها المجلس الاقليمي مشكور على انه بالنسبه للجماعات في اطار التعامل ديالهم في الدعم مع الجمعيات، على انه لابد تكون هناك اتفاقيات شراكه على الاقل باش يعني نعرفوا هذا الدعم فين غادي يمشي. وثانيا كيولي على انه حتى السلطه ديال المراقبه اننا كنعاونوا الجماعات باش ما يمشيش يدير شي عمل اللي ربما غدا يتحاسب عليه، لان راه كتشوفوا نتوما الان راكم الاغلبيه فيكم عاملين بالصرف، كيجيو اللجان ديال التفتيش، كيجيو مجالس جهويه للحسابات كما قال السيد الكاتب العام مشكور، هذا مال العام وبالتالي هو خاضع لواحد المجموعه تاع الشروط، واحد المجموعه ديال المعايير في الضبط ديالو. اذا العمل هذا اللي قامت به السلطه الاقليميه من باب المصاحبه، من باب التكوين، من باب التاطير، ومن باب على اننا نعاونوا الجماعات انهم يديروا واحد العمل يستجيب للشروط الموضوعيه، ونبعدوا على ذاك التوزيع المزاجي ديال المنح للجمعيات اللي ربما يجيب الهضره اكثر ما اننا غادي نستافدوا من الاهداف اللي تم عليها اصلا. وشكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. ثم كاملين ولاد الاقليم كتعرفوا الفروق الرياضيه وخصوصا الفروق ديال كره القدم شنو باش كتعاني. الا جينا نقارنوا باش نكونوا صراحه بالمبالغ اللي كتعطى لهم المؤسسه ديال المجلس الاقليمي ولا شي جماعه اللي منتميه ليها، غير كافي للتسيير حتى ل 50%. حنا كنعيشوا معاهم السيد الكاتب العام وكنعرفوا الرؤساء. انا كنهضر على كره القدم اللي عندي قرب مع الرؤساء ديال الفروق كاملين اللي كاينين في الاقليم، وكنجلس معاهم وكنحس بالمعاناه ديالهم والمجهودات اللي كيديروا. ونقول لك الصراحه سي اغلبيه ديال الفروق هاد المبالغ اللي كتعطى لهم الجماعه او المجلس الاقليمي ما كتكفي حتى 50% ديال المصاريف ديالهم. هذه الاولى. وثانيا المجهودات اللي كتدار بالنسبه لكره القدم في الاقليم ديال الناظور راه مجهودات جباره. مع الاسف النتائج اللي كنستناو من هذه الفرق الرياضيه خصوصا كره القدم مازال ما وصلنا لهاش، ولهذا خصنا تشجيع. ثانيا السيد الكاتب العام الاخوان، قبل ما نزلنا هذه المقترحات ديال المبالغ، حنا كجمعيه ديال رؤساء المجالس الاقليميه عندنا اجتماعات متكرره كيكون نقاش ما بين جميع الرؤساء. كنلقاو المبالغ اللي كتعطى من اقليم الناظور مبالغ هزيله مقارنه بالمجالس الاقليميه الاخرى باش نكونوا واقعيين. ولهذا انا ارتئيت باش نديروا اليد في اليد جميعا باش نساهموا مع هذه الفروق الرياضيه، ولكن كما قال السي جبور بالمحاسبه والارقام اللي عطيو لنا في المشاشي درهم ديال المال العام يخص يكون واضح ويعطيو لنا التقارير ديالهم. هذا راني معكم 100%. ولكن باش نقسيو فريق على فريق كما جاوبت الدكتوره، ولا نقدو فريق ديال كره القدم كيدير مجهود باش نقدو نقلصوا له من الدعم اللي كنا كنعطيو له في السنوات الاخرى. حنا كنبغيو باش نزيدو ونشجعو، ولكن كنستناو النتيجه من جميع الفرق الرياضيه وخصوصا المغرب مقبل على كاس العالم. بغينا كره القدم في اقليم الناظور تزدهر، والا ما كانش الدعم لا مادي لا معنوي نديروا معاهم اليد في اليد راه عمرو ما يوصلوا هذه الفروق الرياضيه خصوصا كره القدم الى المبتغى. وشكرا. ما نتخوفوش، قلنا دفتر التحملات وكيدعم هذا الشراكه. غناخذوا نادي ديال كره القدم، دفتر التحملات ويحددوا الالتزامات. هاد النوادي الرياضيه او هاد الجمعيات الرياضيه راه تلتزم. كاين اللي عنده لي زيكيب من جمام مينيم كادي جونيور سينيور البنات الى اخره. كاين اللي كينشط لك غير كيدير التنشيط الرياضي خلال مره اسبوع لا اسبوعيه سور 15 جور كيجي. انا كنشوف الجمهور كيدخل الملعب خلال هذيك الفتره راه كينشط لك. ثانيا كاين اللي كيهز الوليدات كيترينيو بهم كيدربوهم، هذا راه التزام ديال النادي. انا غنعطيك الفرجه الرياضيه
وغنعطيك التنشيط الرياضي، انت بالمقابل كتعطيني واحد المقابل مادي، وراه هذا هو دفتر التحملات. غير هو ما غنعطيش انا الدعم لواحد الجمعيه اللي هي غير قانونيه، حتى وان كان نادي رياضي الا ما دارش الجمع العام ديالو وكان في واحد الوضعيه غير قانونيه ما نعطيش الدعم. اذا هذيك اللجنه بهذا دفتر التحملات كتكون عندها الامور سهله انها كتنظر في جميع الملفات وكتكون الشفافيه. حتى ملي كتكون الحمد لله دابا راه في اطار راه الحكمه راه فيها المحاسبه، راه المحاسبه ملي كتجي علاش اعتمدتي السيد الرئيس باش عطيتيها الدعم؟ عندي دفتر التحملات، التزامات متبادله بيني وبين الممنوح له، وبالتالي راه كنمأسوا لهذه الشراكه اللي جات في التقرير، واللي كنشكر هذيك اللجنه على التقرير ديالها، لانه ابرام شراكه مع هذه الجمعيه، ابرام شراكه، ولاحظت جميع الجمعيات غتبرموا معها الشراكه تدعم وتؤكد بدفتر التحملات اللي فيه التزامات متبادله بين الطرفين. شكرا سيدي الرئيس. شكرا سيدي.